السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل محشي الكرنب البلدي اللي احنا كنا مخزنينه، وهيكون طعمه حلو جدا وكأنك لسه جايباه، ولا مجلد ولا اي حاجة خالص. طلعيه من الفريزر وحطيه في التلاجة من تحت في مصفى ويفك براحته خالص، واشتغلي بيه زي ما انت شايفة كده، كأن الكرنب طازة معايا وكأني لسه عاملة الكرنباية دلوقتي. مطلعة كيسين وفكه زي ما انت شايفة معايا طماطم معصورة، معايا خضرة شبت وبقدونس، طبعا عايزة تحطي كزبرة براحتك، معايا رز وحطي الكميه اللي انت هتحطيها على قد الورق اللي معاكي، كمان معايا عروق الخضره وعروق الكرنب وكمان هنحطهم في الحله من تحت، ومعايا زيت ونعناع ناشف، ومعايا كمان 5 6 بصلات حلوين كبار، انا بحب البصل كتير في المحشي، ومعايا ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وبهارات محشي ومعلقه شطه و2 مرقه لحمه ومعلقه سكر صغيره، وكمان حاطه بهارات من اللحم. هنزل بالبصل بتاعي اللي انا قطعته قطع صغيره او ضرباه في الكاتش براحتك خالص، انا بحب البصل المقطع بيديني طعم حلو قوي في المحشي. نزلت عليه بالبهارات وهدعكه دعكه حلوه جدا، بيدي تيست عالي للمحشي ويخليه حلو معايا. هفضل ادعك كده لما احس البصل نزل شويه ميته، هبتدي بعد كده هنزل عليه بعصير الطماطم. حطي الكميه اللي انت عايزاها، بس اعملي نسبه وتناسب، يعني البصل بيكون كتير معايا، الطماطم مظبوطه، انا ما بحط الصلصه، بزود شويه في الطماطم اللي انا بعصرها في الخلاط وما بصفيهاش، وهدعكها كمان بالبصل حلو قوي. وبعد ما هدعكهم كويس هبتدي انزل بالخضره بتاعتي، وبعد كده هبتدي انزل عليهم كمان بالرز. الخضره انا مقطعاها صغير علشان لما بتقطع صغير بتكون حلوه جدا. بعد ما نزلت بالخضره على الطماطم والبصل هجيب شويه النعناع الحلوين اللي هو الناشف وهبتدي ادعكهم وانزل بيهم على الخضره، بيدوا نفس حلو قوي كمان للمحشي. خلاص نزلت بالنعناع، بعد كده هبتدي انزل بالرز اللي مغسول وكمان متصفي، هنزل بيه، وخلي بالك ما تخليش فيه ميه خالص علشان ما يخليش المحشي معايا صايد وفيه ميه كتير قوي، خلي بالك من النقطه دي. كمان نشفي الخضره كويس وصفي كمان الرز كويس. وبعد كده نزلت بشويه زيت حلوين وهقلب كل ده مع بعضه علشان ياخد من التتبيله وياخد من الطماطم وياخد من الخضره وكله يمتزج مع بعضه ويطلع معايا احلى خلطة محشي هتاكليها ني في ني. جبت الحلة وهنزل كمان بعروق الكرنب اللي انا كنت مقطعاها صغير وهحطها في الحلة من تحت، وكمان عروق الخضرة اللي انا كنت مقطعاها من الخضرة اللي هي بتكون من فوق، طبعا احنا ما بنقطعهاش في الخضرة، انا بحطها في الحلة من تحت علشان يحافظ لي على ورق المحشي وهو بيستوي. دلوقتي هبتدي احشي، ما تكتريش في الخضرة، حطي في النص كده ووزعي شوية صغيرين في ايدك، ما تكتريش الرز في الورقة علشان لما تكبسي الرز كده ما يستويش معاكي، لا انا عايزة الرز يكون واخد راحته جوه ورقة الكرنب وتاخد راحتها وتستوي كويس جدا، والرز يستوي وياخد من الشوربة او ياخد من المية ويستوي معاكي احلى كرنب. على فكرة انا بعز الورقة الخضراء اكتر من البيضة، يعني انا بحب الورق الاخضر، فالورق الاخضر لازم يترص الاول من تحت وبعد كده هاخد الورق الابيض شويه شويه، بس انا بوريكي الورقه البيضه كمان لما اتلفت شكلها حلو ازاي وبتحتفظ بشكلها. وخدي بالك الورق كله متقطع تقطيعه واحده وكله هياخد سوا واحد. خلصت الحله بتاعت الكرنب، وبعدين انا ما حشيتش حله واحده بس، لا انا كمان حشيت كمان حله، وهبتدي اشيلها في التلاجة عادي بتتشال، ما تحطيش عليها اي حاجه وشيلها زي ما هي وغطيها بالورق الاخضر كمان اللي بحطه من فوق الوش، وبتقعد معاكي في التلاجة سويها يوم 2 3، اكتر من كده ما تكتريش قعدها في التلاجة. نزلت عليه كمان بمعلقه هريسه اللي هي الشطه الحمراء اللي انا كنت ضرباها وشايلاها في الفريزر، بتدي طعم حلو قوي للمحشي وتخليه حلو، وكمان حطيت شويه زيت من فوق الوش بيدي لمعه وفلفله للمحشي بيخليه حلو جدا. جبت كوبايه ميه وحطيت عليها معلقه ملح صغيره وهبتدي اسقي بيها المحشي، ممكن تسقي بمرقه براحتك خالص، ده ماشي وده ماشي، مشي الدنيا ما توقفيش دنيتك. عندك شوربه حطيها، ما عندكيش مفيش مشكله، انت عامله هنا كمان بمرقه لحمه فهتمشي الدنيا معاكي. وعايزه تحطي كمان معلقه سمنه بلدي براحتك، بس انا بفضل ان الزيت مع المحشي احلى بكتير. انت بقى عايزه تحطي قشطه، تحطي اللي هما بيقولوه، تحطي لبن براحتك خالص، انا بفضل كمان للمحشي يكون الميه. بنزل بالميه شويه شويه واهز كمان في الحله لغايه لما تكتفي بالميه اللي هي عايزاها، يعني ما بحطش ميه، يعني ما بحصلش الصوابع اللي هي في اول رصه دي، انا ما بجيبش عليها ميه خالص، الصباع اللي قبليه من تحت هو اللي بيكون تحتيه ميه، ما تكتريش الميه عشان ما يعجنش معاكي. حطيت كمان الورق الاخضر من فوق الوش، وكمان حطيت عليهم طبق عشان يتكبسوا كويس، عشان لما يجي يغلي الورق ما يفرطش منك والمحشي كمان يعجن وتلاقي المحشي راح وجه معاكي في الحل.
حطيته على النار، واول ما ابتدى يغلي هسيبه يغلي لغايه لما الميه تقل معاكي. ولما تقل معاكي الميه اللي هي بتاعت المحشي ابتدي وطي عليه وسيبيه ياخد وقته خالص. هوريكي لما يستوي معايا هيكون شكله عامل ازاي. طبعا في الاول انا مخليه النار وسط، يعني لا عاليه قوي ولا واطيه خالص، لغايه لما الميه تشرب معايا. هوسع كمان للميه اشوف ان هي دخلت جوه الصوابع ولا لا، فخلاص هبتدي كده هوطي عليها واسيبها تستوي براحتها خالص وما اجيش جنبها تاني. ممكن اجي جنب الحله اهزها كده واشوف الدنيا علشان اخلي المحشي يروح ويجي معايا. زي ما انتوا شايفين الصباع بصباعه زي ما انتوا شايفين، ومفلفل خالص ومفيش تعجين ولا اي حاجه. الميه مظبوطه، الصوابع كمان واسعه ومخلت المحشي كله يستوي سوا واحد. وخلاص خلص معايا احلى محشي ني في ني من ورق الكرنب اللي احنا كنا مخزنينه او مفرزينه. على فكرة المحشي طلع معايا زي الزبدة والصباع بيقطم، وما شفناش يعني اي حاجة مجلدة من الترندات اللي هما بيقولوا عليها انك ما تحطيش ملح في مية السليق. ازاي يعني؟ طول عمرنا بنحط الملح في مية السليق وبنخزنه وبيطلع زي ما انت شايفة. الصباع بصراحة كريمي وبيقطم معايا. وكمان الحلة اللي انا قلتلك هسويها يوم 2 تالت، اكتر من كده ما كترهاش في التلاجة علشان طعمها ما يغيرش. احلى حلة كرنب هتاكليها بهريسة الشطة. جربي الني في ني، كل واحد وليه طريقة، في بيحب بالمسبك، انا بحب الني في ني، بيكون بصراحة طعمه غير ومميز. خلصت احلى حلة محشي ني في ني. جربي. وعايزة اوريكي كمان ان المحشي من جوه لونه احمر وما يستدعيش كمان ان انا احط كمان صلصة. اكتفي بعصير الطماطم اللي انا ما بصفهاش. وبصي الصباع عامل ازاي، مش محتاج صلصة تغير طعم. هتاكلي احلى محشي حلو وزبدة ولا مجلد ولا اي حاجة. وكل سنة وانتم طيبين. واللي اول مرة يشوف القناة يدوس لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتستنوني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.